أهلا بيكم في درس جديد. ازيكم عاملين ايه ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما ان شاء الله. في درس النهاردة هنتكلم عن كلمتين مهمين جدا في اللغة الألمانية، وهنعرف الفرق بينهم، وهما داس وداس. الكلمتين دول ليهم نفس النطق رغم اختلاف الكتابة، وعشان كده دايما في ناس بتكون محتارة لما تيجي تختار واحدة منهم لاستخدام معين، وده اللي هنعرفه في الدرس. يلا بينا نبدأ. أول حاجة نتكلم عنها هي كلمة das. Es gibt es nur als Konjugation, die Sätze oder Satzglieder miteinander verbinden. هي عبارة عن أداة وصل بتربط الجمل أو عناصر الجمل ببعض. Also, wir verwenden das, um zu verbinden. يعني إحنا بنستخدمها أو استخدامها يكمن في إني بس أربط جملتين ببعض. Also, hat das ihre Regeln oder wie kann ich es benutzen؟ دلوقتي السؤال المهم هنا، ايه هي القواعد يعني ايه هي قواعدها عشان استخدمها das دي، او ازاي اقدر ادخلها في جملة؟ هل مثلا بتغير شكل الجملة؟ نمرة 1، اول قاعدة، das macht immer einen Nebensatz. اول حاجة لازم نعرفها انها بتعمل دايما جملة جانبية اللي هي Nebensatz. Und das heißt, das Verb kommt am Ende des Satzes. وجملة جانبية معناها ان الفعل بيجي في الاخر. طب تاني قاعدة ليها هي انه es hat die Bedeutung von. هي ليها يعني المعنى بتاع ده حرفيا كده معنى ان، ليها معنى كلمة ان. يبقى اول قاعدة قلناها ان هي بتعمل نيبنزاتس، وتاني حاجة خلينا واخدين بالنا منها ان هي ليها معنى كلمة ان. Nummer 3، تالت قاعدة، es kommt zu interpretieren. Also wenn man spricht und macht schon einen Satz mit einem Verb selbstverständlich, aber will man noch zusätzliche Informationen darüber oder über denselben Satz, aber mit anderem Verb benutzt man das. يعني بنستخدمها لما بنكون عاوزين نفسر أكتر. يعني لو واحد بيتكلم أو بيكتب وقال جملة والجملة خلاص فيها فعل ومش هتسمح بوجود فعل تاني معاها، لكن هو عايز يضيف لسه تفاصيل على جملته، لكن هيضطر لاستخدام فعل تاني. ساعتها بيربط ما بين جملته والجملة المفسرة دي بأداة الوصل. يعني دي زي تفصيل بعد إجمال، أنا بقول جملة وارجع أقول تفاصيل أو شرح ليها زيادة، وده في جملة تانية طبعا، لكن بتكون مرتبطة بالجملة الأولى، فبحط بينهم أداة الوصل das. So, lass uns einige Beispiele sehen. تعالوا بقى نشوف شوية أمثلة عليها عشان نفهمها أكتر. Nummer 1، أول Beispiel، ich will sagen ich komme nicht. دلوقتي قدامي جملتين، أول جملة بيقول ich will sagen، أريد أن أقول. تاني جملة ich komme nicht، أنا لن آتي. دلوقتي هو بيقول أنا عايز أقول حاجة وهي إني مش هاجي، يبقى أنهي جملة هي اللي تيجي كتفسير أو توضيح؟ أكيد جملة إني مش هاجي، دي توضيح لأنهي جملة؟ للجملة الأولى اللي هي ich will sagen. هو قال أنا عايز أقول، هيبتدي يوضح اللي هو عايز يقوله، أنا مش جاي. يبقى أولا هننزل الجملة الأولى زي ما هي ich will sagen، وبعد كده هنحط بعدها كوما. ich will sagen والكوما. دلوقتي بقى هنحط أداة الوصل بتاعتنا das، ich will sagen das. نجيب بقى الجملة التانية اللي هي الجملة الخبر أو الجملة المفصلة، ولكن لأن أداة الوصل دي بتعمل جملة جانبية يبقى الفعل هيجي في الآخر. ich will sagen dass ich nicht komme، أريد أن أقول أنني لن آتي. ونلاحظ زي احنا قلنا أنني لن آتي، زي ما قلنا أن das ليها معنى أنني لن آتي. Hier gibt es auch eine Merkung, dass wir mit dem Satz von das anfangen können. هنا في كمان ملحوظة، وهي ملحوظة مهمة جدا في الحقيقة، وهي ان الجملة المفصلة دي
أو الجملة اللي فيها أداة الوصل das احنا ممكن نبدأ بيها عادي. يعني ممكن نقول dass ich nicht komme will ich sagen، ولكن عملنا تبديل بسيط قوي، وهو اننا لما جبنا الجملة الأصلية الأساسية رقم 2 بدأنا بالفعل زي ما شفنا dass ich nicht komme will ich sagen. Lass uns noch ein Beispiel sehen. تعالوا نشوف مثال كمان عليها. Ich dachte mir der Stuhl ist neu. أول جملة ich dachte mir يعني أنا كنت أعتقد. der Stuhl ist neu الكرسي جديد. دلوقتي أكيد الجملة اللي بتفسر التانية هي جملة الكرسي جديد، هي بتفسر اعتقادي اللي بتكلم عنه. يعني أنا اعتقدت إن الكرسي جديد، كنت فاكر إن الكرسي ده جديد، فهتبقى ich dachte mir dass der Stuhl neu ist. طبقنا نفس القواعد زي اننا جبنا الفعل في الاخر dass der Stuhl neu ist في الاخر اهي، وان الجملة الاساسية عشان بدأنا بيها اللي هي ich dachte mir جت على بعضها، ما جبناش الفعل في الاول عادي، وبعد كده جبنا اداة الوصل das عشان نكون الجملة في الاخر ich dachte mir dass der Stuhl neu ist، اني انا كنت اعتقد ان الكرسي جديد. نمرة 2 تاني حاجة نتكلم عنها بقى هي das. كلمة das بإس واحدة بس. Dieses Wort kann in 3 Positionen kommen oder besser gesagt kann 3 Funktionen machen. الكلمة دي بتيجي في 3 مواضع في الجملة، أو بمعنى أصح بتقوم ب3 وظائف. نمرة A أول وظيفة als bestimmter Artikel. als bestimmter Artikel يعني أداة معرفة للكلمات. Als wir gelernt haben, gibt es bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel der Wörter. Zum Beispiel der, das, die. زي ما اتعلمنا قبل كده دايما في أدوات معرفة للكلمة تعرف الكلمة، وطبعا برضو في أداة نكرة، لكن كانت أدوات المعرفة دول على سبيل المثال der وdas ودي. طبعا في كتير لكن دول هما الأساس der und das und die. das بقى هنا بمعنى ان هي أداة معرفة بتيجي مع بعض الكلمات المعينة اللي بتاخد معاها das. زي مثلا das Buch الكتاب، das Auto السيارة، das Heft الكراسة und so. يبقى أول استخدام ليها ان هي أداة عادي جدا للكلمات، ان في بعض الكلمات بتاخد الأداة das، وهنا هتبقى أول مرة نشوف das. نمرة B تاني استخدام أو تاني حاجة ليها als demonstrative pronomen. demonstrative pronomen يعني ضمير إشارة، ممكن يكون إشارة إلى شيء أو على شيء، إلى شيء أو على شيء. طب إيه الفرق؟ هنشوف في الأمثلة. أول مثال ist das dein Hund؟ ist das dein Hund؟ هل هذا كلبك؟ هنا موقعها إنه واحد واقف وبيشاور على حاجة قدامه هيتكلم عنها لأول مرة، وهنا معناه الإشارة إلى شيء، حاجة أنا شفتها وهشاور عليها وهبتدي أتكلم عنها لأول مرة. هو ده الكلب بتاعك؟ طيب هنشوف مثال كمان. Ich war sehr müde und das macht mich ein bisschen faul, zur Arbeit zu gehen. Ich war sehr müde und das macht mich ein bisschen faul, zur Arbeit zu gehen. أنا كنت مرهق جدا وهذا جعلني كسول للذهاب للعمل. هنا جت الإشارة على حاجة بالفعل اتكلمنا عليها، هو قال أنا كنت مرهق وهذا ما جعلني كسول. هذا دي جاية على حاجة اتكلمنا عليها بالفعل، يعني هو في الأول قال أنا كنت مرهق، هذا جعلني كسول. هذا هنا أداة إشارة على حاجة أنا اتكلمت عليها، على شيء. طيب مثال تاني على نفس الحالة دي. Ist er dein Bruder؟ Ist er dein Bruder؟ واحد بيسأل واحد بيقول له هل هو شقيقك؟ فرد عليه قال له Nein, das ist nicht mein Bruder. Nein,
das ist nicht mein Bruder. لا هذا ليس شقيقي. هو بيقول له ده شقيقك، قال له لا ده مش شقيقي. اذا كلمة هذا ليس شقيقي، هذا دي تشير لحاجة تم الحديث عليها بالفعل، يعني تشير لحاجة سبقت خلاص الحديث عليها. ده اخوك؟ لا ده مش اخويا. يبقى اول حاجة خالص قلناها ان das ممكن تظهر كشكل article، das Auto مثلا. تاني حاجة اداة اشارة لشيء اتكلمنا عليه او هنشاور عليه ونتكلم عليه لسه. طيب تالت حاجة او تالت واخر وظيفة ليها هي ايه؟ ان هي تكون relative pronomen. relative pronomen يعني ضمير وصل. في قاعدة ضمائر الوصل اللي هي الذي والتي نستخدم ادوات الكلمات كضمير وصل. فاكرين الارتيكل اللي قلنا عليها das ودي ودير وكده؟ نستخدمهم في قاعدة relative pronomen كضمير وصل. طب تعالوا نشوف مثال الاول عشان يوضح الشرح. Das Auto von mir, das rot ist, kostet so viel. Das Auto von mir, das rot ist, kostet so viel. السيارة الخاصة بي التي لونها أحمر تكلف الكثير. هنا الكلمة في الجملة اللي هي das rot ist اللي في النص دي بمعنى ضمير وصل، التي لونها أحمر. طب هل دايما لما أحب أتكلم عن جملة بضمير وصل بستخدم das؟ دايما بحط das عشان أقول الذي أو التي؟ في الإجابة لأ، أنا بستخدمها بس لما الكلمة اللي أنا هعيد عليها الكلام يكون الارتيكل بتاعها das. يعني في المثال اللي قلناه فوق هو بيقول التي لونها أحمر، دي كده الجملة دي عايدة على إيه؟ على السيارة. طب إيه هو الارتيكل بتاع السيارة؟ das Auto. الارتيكل هو das. عشان أنا عايدة الكلام على الأوتو باخد الضمير بتاعها وبخليه ضمير وصل، باخد الارتيكل بتاعها وبخليه ضمير وصل. طيب كمان مثال. Mein Heft, das für Geschichte ist, ist blau. Mein Heft, das für Geschichte ist blau. كراستي التي هي لمادة التاريخ لونها أزرق. هو عنده كراسة بيقول الكراسة بتاعت التاريخ بتاعتي لونها أزرق، التي هي لمادة التاريخ. يبقى هنا برضو عملنا ضمير وصل، التي هي اللي هي فين؟ اللي هي das für Geschichte ist. طب ليه اخترنا das بالذات؟ ليه مش دي أو دير أو كده؟ عشان كلمة هفت اللي أنا عايدة عليها الجملة الارتيكل بتاعها أصلا das، فتبقى ايه في الآخر؟ Mein Heft, das für Geschichte ist blau. طب بعد ما شفنا الثلاث حالات بتوع كلمة das، تعالوا نفرق بينهم أكتر من خلال إننا نشوف الثلاث حالات في نفس الجملة. Das ist das Buch, das ich mag. Das ist das Buch, das ich mag. هذا هو الكتاب الذي أحبه. في هنا 3 das عندي فيهم الثلاث حالات أو الفونكسيونين اللي احنا قلنا عليهم من شوية. أول das اللي هي das ist. das دي هي هنا الإشارة اللي احنا قلنا عليها، هو بيشاور على الكتاب قدامه. das ist بيشاور. das Buch تاني واحدة هنا هي das Buch، هنا article أو أداة معرفة لكلمة كتاب das Buch. das ich mag تالت واحدة هنا هي ضمير وصل بمعنى الذي أحبه. اخترناها بالذات إنها عايدة على كلمة كتاب اللي هي أصلا أداتها das، فبقت das ist das Buch, das ich mag. هذا هو الكتاب الذي أحبه. Jetzt sage ich euch eine Zusammenfassung für all diese Regeln. دلوقتي تعالوا نقول ملخص لكل القواعد دي بسرعة جدا. Also, es handelt sich also unterschiedliche Wortarten mit unterschiedlichen Funktionen. يبقى الموضوع كله كده والاختلاف كله ما بين الكلمتين هو اختلاف في نوع الكلمة، نوع الكلمات، حيث ان كل كلمة ليها استخدام. Artikel treten immer als Begleiter von Substantiven auf. الارتيكل او الادوات اللي احنا قلنا das منها بتيجي مع الاسم، عمرها ما بتبعد عنه ابدا، بتبقى ملتصقة بيه زي das Buch. عمرهم ما يجوا ابدا غير مع بعض الا لو بينهم بس صفة.
Pronomen hingegen können Substantive auch ersetzen. لكن الضمائر بتحل محل الاسم أصلا، زي ضمير الوصل وضمير الإشارة اللي قلنا عليهم. Konjugationen wiederum verbinden Sätze oder Satzglieder miteinander. واتكلمنا طبعا عن أدوات الوصل اللي بتربط بين الجمل، زي كلمة النهاردة das اللي هي أن بتربط ما بين الجمل. Übungen في كده 3 Übungen 3 تمرينات بسيطة قوي تثبت أكتر الكلام. أول واحد ist das mein Handy oder nicht. Ist das mein Handy oder nicht. هل هذا هو هاتفي أم لا. Das hier ist Relativpronomen, Demonstrativpronomen, bestimmter Artikel. هو هنا بيقول لي is das mein Handy oder nicht. في كلمة das في الجملة، فبيقول لي هل الكلمة هنا ضمير وصل ولا ضمير إشارة ولا أداة معرفة. طب هنشوف هنا هل هو بيقول الذي وكلمة الذي دي بتعود على حاجة. لا، مفيش جملة هنا das جانبية بتبدأ بداس أو كده. طب هل جه بعديه اسم؟ لا برضو، يبقى مش أداة معرفة إن das ما جاتش بعدها اسم على طول. طب هل جاي إشارة على حاجة بيتكلم عنها المتحدث؟ أيوة، هو بيقول هو ده موبايلي، فهو هنا بيشير لموبايله، عشان كده ده هيبقى demonstrative pronomen، ده ضمير إشارة. طبعا الأسئلة عمرها ما هتيجي كده في أي امتحان، بس ده عشان نبقى عارفين نفرق في دماغنا ايه نوع الضمير ده. Nummer 2. Ich denke du mich nicht mag. أعتقد أنك لا تحبني. وبيقول لي اختاري das بإس واحدة أو das باتنين إس. هل هنا نختار أداة الربط بين الجمل ولا نختار ضمير الوصل؟ أداة الربط بين الجمل اللي هي أن اللي هي فيها 2 اس. ضمير وصل هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنفع هنا لأنه بدأ جملة جديدة. هنا أنا عايزة أقول تفصيل عن جملة قلتها. هو بيقول أنا أعتقد، وبدأ يفصل اعتقاده ده إيه بالظبط، إن هو مش بيحبه، إن أنت مش بتحبني. عشان كده هنحتاج حاجة تعمل تفصيل بعد إجمال، ضمير يربط بين، قصدي كونيكاتسيون اللي هو أداة تربط بين جملتين، وهي طبعا هتبقى das هي الصح. Nummer 3. Das ist das Regal ich gestellt habe. هو ده الرف اللي انا ثبته او اللي انا علقته. طب هتبقى das بإس واحدة ولا 2 das. هنا هو عمل جملة تاني عشان محتاج يعمل إشارة على كلمة رف الموجودة في الجملة، يعني محتاج ضمير وصل عشان يقول الذي. عشان كده هنختار das اللي بإس واحدة. وبكده يكون درس النهاردة انتهى. يا رب يكون عجبكم والكل استفاد منه، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.